مكتوب ده على المواقع خلاص انه كاتب تقرير في زملائه في 25 يناير. تمام. ما ينفعش يا جماعه الكلام ده. اجي بقى دكتور درويش، دكتور ثروت، دكتور جابر نصار، سيبك من جمال ده بتاع كل حلوان ده عشان ده راجل خلاص يعني مسلم معاهم، واخد بالك، ويجي بقى يعملوا كلام القانوني، واقول بقى مجلس قضاء اعمل لي تصوراتك، النيابه الاداريه تصوراتك، الفلاحين تصورك، المراه ما انت يعني كل مكان اقول له اعمل لي التصور، كل فصيل ده فصيل اخد التصورات دي كلها اللي يخدم بعد ال 20 دول يروح لل20 اللي يخدم المجتمع احطه في الدستور واروح طرحه الاستفتاء ماده ماده. الشعب قال نعم تعظيم سلام، يبقى انا هنا لا دخلت مشكله ليبرالي مع كافر مع اسلامي مع قاضي مع قضايا الدوله، لان دي كل جهات ليها تصور، وعايز كل واحد برضو ان هو يبقى في الدستور ليه مكانه ومكانته لمهنته مش ليه هو. ده رايي. فيما عدا ذلك هتقعد الخناقه دي 100 سنه، واخد بالك. الكلام برضو اللي حضرتك بتقوله ده هياخد وقت طويل يعني. مفيش وقت يا بيه، ده عندي ده في ناس ممكن تعمل الدستور ده في اسبوع، دول اساتذه، دول عملوا دستور للعالم. امال ده بقالنا ليه كتير عشان الخناقات بقى اللي بتحصل دي. احنا بقى يعني رايحين رحله، انا عايز ارضي محمد البلتاجي، وعايز ارضي عصام، وعايز ارضي شفيق، وعايز ارضي اسماعيلي، وعايز ارضي مش عارف مين، قعدت ارضي في الناس كلها وكل واحد بفكره. خلاص انا داخل عايز اقول للفئه بتاعتي انا اهو في المكان ده بدافع عن مصالح الفئه بتاعتي. عشان كده الخناقه حصلت. لا كله بره. والناس دي بقى اللي بتعمل دستور دول اوديهم حته بعيد كده، واخد بالك، يقعدوا 20 او 25 استاذ قانون دستوري، وكل نادي القضاء يا احمد بيه زند هات لي تصور نادي القضاء، مجلس قضاء هات تصور ده الدوله، الفلاحين، العمال، الاطباء، المعلمين، كل واحد يقول لي تصوره. تمام. واخد ده اصيغه بطريقه قانونيه محترمه، مش يعيش السمك في الماء، انا مالي يعيش في الماء ولا يعيش في البتاع، او نجفف المنابع بتاعت اي كلام في اي عبث. تمام. وبعدين كل شويه يقول لك ايه اصل احنا خلاص خلصنا. هو انت خاطف دستور؟ وده مش لصالح الدكتور محمد مرسي، من صالح الدكتور محمد مرسي ان ال4 سنين يقعدوا دول يتعمل دستور محترم يقعد 100 سنه، ويتعمل مجلس شعب محترم مش مزور، لا تزييف اراده ولا تزوير، ما في تزييف اراده وفي تزوير. تمام. ومصلحه الدكتور محمد مرسي في ال4 سنين الاولين بتوعه دول، صدقني لو عمل الكلام ده ويبقى فيه انتاج وفيه استثمار وياخد 4 تانيين ولا وبعدين يجي بعد كده ينزل حسن البرنس، ما عنديش مشكله انتخبه، ما هو من الجماعه، بس ايه يبقى انا عندي خلاص جربت الراجل ده. لكن التجربه سيئه ليه؟ لان اللي حوالين الدكتور محمد مرسي لو هو خصومه دفعوا مليارات الدنيا عشان يوقعوه، مش هيوقعوه زي اللي هم بيعملوا فيه ده. هم اللي حوالين المجموعه اللي حواليه دي. هو حسني مبارك ده مش كان بيقول لك الراجل ده كان كويس، ومين اللي وقعه؟ من زكريا عزمي ومش عارف الناس اللي حوالين الكرسي. فانا بقول اهو انت عايز دستور محترم، هو ده وجهه نظري بقترحها، ويا ريت يتبنى الدكتور محمد مرسي هو اللي يعمل اعلان دستوري من ايده في ايده، يعمل اعلان دستوري جديد ويقول يشكل من اساتذه القانون اللي هم بيفهموا احسن مني مليون مره. لكن يبقى واحد عليه حكم، واحد مزور ومش عارف واخد انا احترم الاخ نادر بكار. نادر بكار يا جماعه كل عارف بكار ده اللي كان بيطلع في رمضان في بتاع الاطفال. عيب يعني، عيب دول يعملوا دستور مصر، عيب ده يعملوا دستور مصر وعصام سرطان والكلام ده. مين دول؟ عملوا دستور مصر اساتذه القانون الدستوري بعد ما ياخدوا كلهم تصوراتنا كلنا الصغير والكبير، المجتمع كله يجمع الكلام ده واقعد بقى قافل عليهم، ومفيش جرايد، مفيش تلفزيون، مفيش تليفونات، طلع لي دستور محترم. يطلع الدستور الشعبي ماده ماده، انا موافق على الماده دي، خدت النسبه بتاعتها خلاص الناس موافقه عليها، اللي مش موافق عليها خلاص الشعب مش عايزها. امال 25 يناير يعني ايه؟ 25 يناير الشعب يحكم خلاص يا بيه، الشعب هو اللي بيحكم. انما تقعد تختار لي ناس اصحابك والكلام اللي احنا فيه ده. بيقول لك ممدوح عباس نزل انتخابات الزمالك، هيبقى يوم الاحد الجاي. ما ده يوم الاحد والله انا بنكشك بس. لا بس عايز اقول لك حاجه، انا بنكشك بس. انت عارف لما تكون عينك في حاجه يعني اي، قعدوا يقولوا مرتضى منصور والقضايا، لقوا مرتضى منصور 5 سنين يخش نهائي، طب والقضايا تنازلت خلاص. بس على فكره دي احسن حاجه عملتها في التاريخ. عشان كده الجمهور بقى عارف بقى مين اللي بيبوظ ومين اللي بيبوظ. المهم طيب عشان بقى فعلا كان في تزوير، ما هو دي ارادتي انا كمرتضى اتناسى. انا بقالي 30 ثانيه دي اراده مرتضى، لكن اراده ربنا لا. فهم رجعوا الدورة اتلغى خلاص، ما عادش فيه المنظره. لا والمئويه ما اتعملتش ولا المئويه ولا الموتوش، يعني ربنا مش عايز. ربنا مش ثوره، ده بيه تاني، ده مصر قامت فيها ثوره. لا ده يعني فتره المجلس ده لا وحصل مجزره بورسعيد
الماتش الاسماعيلي والزمالك شغال في ثانيه واحده الولاد استشهدوا هناك، دوري اتلغى، يعني خلاص الدنيا يعني ربنا مش رايد الناس ربنا مش رايد. يوم الاحد ان شاء الله. يوم الاحد انا عندي اسئله كتير، وعندي يعني موقع جول.com وموقع عرب سبورتس. عادل كرايم وتامر التونسي واحمد سالم ومحمد محروس ونيفين طاهر واحمد مرعي وميدو الزملكاوي وعبده فراج وعبد الرحمن الشيخ واحمد الهواري وسمير البحيري ومحمد نبيل احمد ابراهيم غنيم والهواري محمد عز وممدوح زقزوق ومحمود جبريل عبد الحي اسماعيل محمد حلمي ومؤمن، ناس كتير. انا بس يعني انا بشكرهم طبعا انهم كتير جدا جدا. لكن يوم الاحد ان شاء الله احنا مع بعض باذن الله. بس انا بقى لحد النهارده لا انا هقعد هنا، عايز تسال انا هقعد هنا وانت تقعد هنا. ولا بيتكلم ولا بيقعد بالظبط كده. اشكرك النهارده، ربنا يخليك يا استاذ مرتضى، انا سعيد بوجود حضرتك معايا، وانت قلت لحد خلاص، فالناس كلها هتنتظر ان شاء الله. عمر اللي نعيشه في عمر ان شاء الله. ومن بدايه الحلقه مش هيبقى بقى يعني من الساعه 6 نبدا على طول حلقه مع بعض ان شاء الله باذن الله. بشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، كما اشكر السيد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الاسبق والمحامي بالنقد طبعا وعضو مجلس الشعب السابق. اشكركم ايضا على حسن المتابعه. احنا اجازه خميس وجمعه السبت ان شاء الله حلقه جديده من كوره اونلاين، وانتظروا المستشار مرتضى منصور في حلقه جديده ايضا معنا يوم الاحد المقبل، وفي امان الله.